بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. مع دروسنا كل يوم في شهر رمضان ما عدا يوم الجمعة في أحداث عظام جرت في شهر رمضان عبر تاريخنا الإسلامي. وفي هذا الشهر الكريم الذي تهب فيه رياح الخير وتعبق فيه رائحة التقوى وينتشر فيه طيب التقرب إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا فيه الطاعات والصدقات والقربات وصيام نهاره وقيام ليله. مما جاء من أحداث في اليوم الثاني من شهر رمضان أن عام 65 للهجرة تمت مبايعة أبي الملوك عبد الملك ابن مروان ابن الحكم الخليفة الأموي. وعبد الملك ابن مروان هو من أحد أعمدة الخلافة الأموية، كان قديما قد نشأ شابا في المدينة المنورة، حتى إنه كان يعد من فقهاء المدينة، يعني كان في حلقات العلم حتى إنه كان يعد فقيها من طبقة سعيد بن جبير وطبقة يعني فقهاء المدينة ربيعة الرأي ومالك بن أنس ومن في يعني طبقتهم، ولقبه أبو الملوك لأن 4 من أبنائه تولوا الخلافة من بعده: الوليد وسلمان وهشام ويزيد، وكان ابنه الخامس مسلم أيضا من قادة الفتوح في التاريخ الإسلامي. وعبد الملك بن مروان انتهت في عهده الصراعات السياسية التي حدثت في عهد والده مروان بن الحكم، حيث انتهت قصة ابن الزبير رضي الله عنه وعن والده، وانتهت قصة يعني الحسين بن علي رضي الله عنهما وذيولها، فاستقر الحكم، لأن وصل الأمويون في مرحلة من المراحل ما كانوا يحكمون غير دمشق وحمص، وكان يخطب لابن الزبير في مختلف أصقاع العالم الإسلامي. ثم في نزاعات السياسة انتهى الأمر بوفاة ابن الزبير في مكة، واستتب الحكم للأمويين. عبد الملك بن مروان لا يذكر كخليفة حكم في زمن من الأزمان، لأن في زمانه حدثت نقلة نوعية في الحضارة الإسلامية، فكان أول أمر أصدره تعريب الدواوين والخراج. وهذه كلمة الدواوين كلمة فارسية، الديوان والدواوين كلمة فارسية، وهذه أول ما بدأت في عهد عمر بن الخطاب. يعني لما بدأت الفتوحات وكثرت في بلاد فارس والروم ذكر له خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد ممن فتحوا في العراق وفتحوا في الشام، ذكر له أنه رأى أنهم يعني لهم دواوين، وهذه الدواوين يجمعون فيها أسماء الجند. يعني أنت عندك جيش نظامي لابد أن تعرف عدد المقاتلين وأسلحتهم وأسماء الموظفين أرباب الدولة. فزاد عليها عمر بن الخطاب أنه وضع أسماء الصحابة من حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهم أعطيات كل سنة. ثم وضع ديوانا لعموم السكان في الولايات الإسلامية في عهد عمر، لكن بقيت تكتب بالخط الرومي والفارسي حتى جاء عهد عبد الملك بن مروان فعربها كلها. وطبعا هنا أيضا أريد أن أنبه إلى أمر، لأنه إحنا الحقيقة لا نقرأ التاريخ فقط لنستمتع أو نمر على الأحداث، أيضا لنفقه بعض الأمور. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرض عليه موضوع الدواوين، هل قال لهم يعني هذه كلمة الديوان فارسية، تعالوا نبحث لها عن شبيه في اللغة العربية أو نعربها؟
يعني في بعض الناس اليوم عندهم حساسية أن كل ما أتيت بمخترع ليس لنا يعني أو ليس له اسم عربي، أو عندهم حساسية شديدة ويبحث عن تعريبه أو إيش، أو أنه والله لا تلكن بالمصطلح. طيب مع هذه المصطلحات أنشأها أهلها، أبدع أنت وضع المصطلحات فعمر رضي الله عنه لم يكن عنده حساسية في استمرار استخدام المصطلح اللي هو أساسا لم يكن له معنى في اللغة العربية، الديوان كلمة فارسية. أيضا مما فعله عبد الملك بن مروان، وهذا يشهد له، أنه سكت أول عملة إسلامية في عهده. يعني كانت النقود حتى في الجزيرة العربية وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أين هذه النقود؟ الدينار الذهبي والدرهم الفضي من أين يؤتى بها؟ من بلاد الروم، يعني من بادية الشام والشام وغيرها من مصر. كانت في دور لصك النقود، دور صك النقود اللي هي يعني لها معايير معينة، لأن كل نقد هذا له وزن، شيء اعتباطي، هذا له وزن وله حد معين وله سماكة معينة. فهذه كانت الآلات عند الروم والفرس والحضارات القديمة، بينما العرب لم يعرفوا ذلك. فلما تمكن وعبد الملك بن مروان استتب له الحكم، سكت أول نقود إسلامية عليها لا إله إلا الله في بلاد المسلمين في عهد عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان كان يحكم من دمشق ثلث العالم المعروف في ذلك الوقت. يعني إذا استبعدت أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، في آسيا وأوروبا وأفريقيا الأمويون كانوا يحكمون ثلث العالم المعروف في ذلك الوقت. أكثر من 63 دولة موجودة اليوم كانت تحكم من دمشق. فهذا يعني مما يذكر لعبد الملك بن مروان. قد بويع بالخلافة في الثاني يوم من شهر رمضان عام 65 للهجرة. مما يذكر في اليوم الثاني من شهر رمضان أن عقبة بن نافع رحمه الله تابعي من أصحاب الفتوحات في إفريقية، وكلمة إفريقية كان يطلقها المؤرخون قديما على المدن التي في شمال قارة أفريقيا اليوم ما عدا مصر. يعني تبدأ من ليبيا، تونس، الجزائر، حتى إلى حدود المغرب وموريتانيا، هذه كانوا يطلقون عليها إفريقية. فعقبة بن نافع رحمه الله كان من الفاتحين الذين فتحوا في ليبيا وفي تونس. فبدأ بناء مدينة القيروان سنة 50 للهجرة في ثاني يوم من شهر رمضان. مدينة القيروان مدينة الآن معروفة سواء اقتصاديا أو حتى في تاريخنا الإسلامي علميا وثقافيا في تونس. هذه كانت بنيت في اليوم الثاني من شهر رمضان. مما يذكر في ذلك أيضا أن فتح قرطاجة، ويقال لها قرطاج، المدينة التونسية المشهورة، أعيد افتتاحها في ثاني يوم من شهر رمضان، وكان قد افتتحها عقبة بن نافع رحمه الله، لكن جمع لها البيزنطيون أسطولا بحريا ويعني بجيش عظيم، ثم دخل إلى هذه المدينة فاستردها. فقام حسان بن النعمان وكان واليا في تونس، وهذا حسان بن النعمان أسلم وأهله في فتوح بلاد الشام، كانوا يعني أسرة مسيحية، فأسلم هو وأهله في فتوح بلاد الشام، وتفقه وتعلم وحفظ القرآن، فكان يقال له الأمير القارئ. فلما استرد البيزنطيون قرطاجة جمع جيوشا من المسلمين واقتحم المدينة، لكنهم استعانوا بالأمازيغ، وكانت لديهم كاهنة مشهورة يعني لها سلطة عليهم، فرضي الله عنه استطاع أن يقسم جيشها وأن يستعيد قرطاج في اليوم الثاني من شهر رمضان عام 74 للهجرة. وكان قد روى أيضا عن عمر بن الخطاب، هذا حسان ابن النعمان رحمه الله وغفر لنا وله. مما يذكر في الثاني يوم من شهر رمضان موقعة بلاط الشهداء. وموقعة بلاط الشهداء في عام 14 و100 للهجرة، هذه وقعت في جنوب فرنسا، وهذه آخر
مكان وصل له المسلمون في الفتوحات بعد الأندلس، لأن كلمة الأندلس تعني إسبانيا والبرتغال اليوم، ثم بعدها اقتحم المسلمون حتى وصلوا إلى جنوب فرنسا. ووقعت معركة بلاط الشهداء في 2 من شهر رمضان عام 14 و100 للهجرة. وفي العادة أن معارك المسلمين وخاصة في رمضان يكتب لهم فيها النصر. في هذه المعركة التي قادها عبد الرحمن الغافقي، وكان واليا على الأندلس كلها تابعا للأمويين في دمشق، هذه في أواخر عهد الأمويين، فالأمراء استمروا في الفتوحات ويعني نشر الإسلام. عبد الرحمن الغافقي وهو من طبقة التابعين رحمه الله، في هذه المعركة التي وقعت بين مدينتي بواتيه وتور الفرنسيتين في الجنوب الغربي لفرنسا، كان النصر قد بدأ للمسلمين، يعني بداية المعركة النصر للمسلمين. لكن الذي حدث إذا تذكرون في أحد حدث له شيء مشابه في بلاط الشهداء، لأن كانت هناك غنائم كثيرة وخاصة في الأسلحة، لأن يعني من كانوا يحكمون وقتها في فرنسا جمعوا جموعا ضخمة، فكانت هناك غنائم كثيرة، وطبعا كل مقاتل له غنائم مباشرة ممن يقتله، ثم الغنائم العامة يوزعها قائد المعركة بعد انتهاء المعركة، خمسها 4 أخماسها تذهب للمقاتلين، والخمس الأخير يذهب لبيت المال. فالناس المقاتلين وجدوا غنائم كثيرة وبداية نصر، فانشغلوا عن القتال وعن يعني رص الصفوف وسد الثغرات، إلى كل واحد يقول أنا كم أجمع وكم لي، وهذول أنت احفظهم لي وأنا أقاتل عنك. فتخلخل الجيش وحدث انكسار للمسلمين فخسروا المعركة، واستشهد القائد عبد الرحمن الغافقي في أرض المعركة رحمه الله، ولذلك سماها المؤرخون بلاط الشهداء لكثرة من استشهد فيها من جيش المسلمين. وهذه المعركة تسببت بتوقف تمدد المسلمين في أوروبا من الجهة الغربية، ما عاد لهم تمدد أوسع من هذا، بل بدأوا بعدها بفترات قريبة يخسرون المناطق منطقة. يقول الفيلسوف المؤرخ الفرنسي غوستافان لوبون: لو أن العرب استولوا على فرنسا لصارت باريس مركزا للحضارة والعلم منذ ذلك الحين. طبعا نتكلم احنا 1114 للهجرة، أنت تتكلم في 732 للميلاد، يعني قبل 1300 سنة. هذا المؤرخ الفرنسي يعني هذه بلده، هو يقول إيش؟ طبعا له كتب في حضارة المسلمين، هذا غوستاف لوبون يقول: لو أن العرب استولوا على فرنسا لصارت باريس مركزا للحضارة والعلم منذ ذلك الحين، حيث كان رجل الشارع في إسبانيا يكتب ويقرأ، يقصد في الأندلس، بل يقرض الشعر أحيانا. الرجل العامي في الشوارع، يعني ما كانت في أمية، لأن الناس كلها تعلم أبنائها في الكتاتيب فكان هذا أمر متعارف. وفي الوقت الذي كان فيه ملوك أوروبا لا يعرفون كتابة أسمائهم. ولاحظ الآن كيف انقلبت الآية، يعني مع احترامنا اليوم إذا أردنا تخصصا نادرا أو جامعات مرموقة، أين يرسلون أبناءنا؟ على أمريكا، إلى أوروبا. تمام؟ لماذا؟ لأنهم أخذوا مقاليد العلم، ونحن إيش؟ ضيعنا مقاليد العلم. طبعا الحمد لله الآن بدأت شيء من الصحوة والجامعات التخصصية، ونسأل الله عز وجل أن تتعزز ذلك أو تلك في بلاد المسلمين. يعني لا يعقل أن والله بعض التخصصات لا توجد أبدا إلا في بلاد غير مسلمة. كل بلد يحتاج إلى تخصصات هذا علم. ويا أخوة، وهذه أكررها كثيرا وأعيدها، المسلمون يفهمون دينهم أنه إيش؟ صلاة وصوم وزكاة ونستعد للآخرة. والله ما الدين ما وجد فقط لهذا. الله عز وجل قال: واستعمركم فيها في الأرض، أنت خليفة الله في الأرض. الدين وجد أيضا لماذا؟ لنتثقف ونتعلم ونبرع ونخترع، ويعني نحسن من أوضاع أمتنا وفي كل مجالات الحياة.
يعني لذلك احنا عندنا صورة المتدين من الملتزم اللي يعني لحية طويلة ويصلي كل وقت في المسجد. طيب جميل، هذا ما في مشكلة. لكن أيضا الملتزم هناك التزام من نوع آخر، اللي هو إيش؟ اللي يتقن صنعته ومهنته وتعليمه وتدريبه، هذا أيضا ملتزم. هذا إذا كان يقصد نفع الأمة والإخلاص لله، هذا ملتزم أيضا. نعم. مما يذكر في الثاني من شهر رمضان معركة شقحب أو معركة مرج الصفر، وهذه وقعت في غوطة دمشق في عام 702 للهجرة، وهذه لها قصة نختصرها بالتالي. تعرفون أن المغول والتتار، وهم يقال أنهم بدو الترك، يعني مثل كل أمة هناك بدو وحضر، وأصولهم من منغوليا الدولة الموجودة اليوم. جنكيز خان نظم يعني قومه، كانوا يشتغلون بالرعي فنظم قومه ورتب أموره. ثم بعد ذلك أراد لما توسعت دولته أراد أن يأخذ طريقا في التجارة إلى مملكة خوارزم. خوارزم هي اليوم مدينة في أوزبكستان، في إحدى الجمهوريات السوفيتية القديمة الإسلامية في شمال آسيا، يعني جنوب روسيا. هذه العاصمة خوارزم، لكن الملك شاه محمد ملك خوارزم السلطان كان يحكم تقريبا آسيا الوسطى مع جزء كبير من إيران وشيء من الشرق الأوسط، مع طبعا الجمهوريات الإسلامية في جنوب روسيا، فكان مملكته عظيمة. لما جاءه رسل جنكيز خان في استئذان في المرور بالتجارة، يعني أحيانا بعض السلاطين والحكام والملوك، وهذا موجود في كل زمان، يصيبهم إيش؟ عظمة القوة، فيقعون في أخطاء تكون فيها دمارهم. فهو أتى لهؤلاء الرسل فطردهم، فأرسل إليه جنكيز خان مرة أخرى رسل آخرين، فقام فقتلهم. أنت مجنون؟ رسل هؤلاء يطلبون يعني طريقا للتجارة ليبيعوا البضائع. فاستفز جنكيز خان، مع أن مملكة خوارزم كانت تعادل في المساحة مملكة جنكيز خان 3 مرات، لكن هذا رجل نظم جيوشه، يعني وهم تربية يعني منغوليا جزء كبير منها صحراء، لذلك حتى الصين زاهدة فيها، فيعني جماعة يتحملون وعندهم خشونة فاقتحم مملكة خوارزم حتى قضى عليها كلها. وتوفي جنكيز خان وجاء ابنه فأكمل وقضى على الخلافة العباسية في بغداد، ثم أكمل مسيره إلى بلاد الشام، وطبعا وجه جيشا آخر إلى أوروبا، يعني لم فقط بلاد المسلمين إنما أيضا إلى أوروبا حتى وصل إلى بولندا، وأخذ جزءا من روسيا، يقال حتى موسكو دخل إليها. اللي حدث أنه ابنه في معركة عين جالوت، وهي أيضا حدثت في رمضان في 25 من رمضان، لكن قبل هذه المعركة شقحب تقريبا ب 150 سنة. ابنه حدثت خلافات في موضوع من سيتولى الحكم في مملكة جنكيز، فترك الجيش وترك نائبه، وحدثت معركة عين جالوت في قريبا من دمشق بين المظفر قطز الذي كان من المماليك ويحكم مصر وبين جنود المغول والتتار، واستطاع أن يكسرهم في معركة عظيمة، وردهم حتى استعاد حمص وحماة وحلب، يعني بلاد الشام جميعها، ردهم إلى الموصل وما إلى ذلك. تقسمت مملكة جنكيز خان إلى عدة مملكات، أحفاده الطبقة الثالثة أحفاده تقاسموا المملكة، فكان منهم ملوك الإليخانات، وهؤلاء كانوا يحكمون إيران وجورجيا وأرمينيا وجزء من الهند
وأيضا جزء الشمالي من العراق. جاء الحفيد الثاني، يعني الطبقة الثانية من الأحفاد، اسمه غازان، وهذا السلطان محمود غازان الغريب أنه أسلم، وسبب إسلامه شيء عجيب. يعني هذول التتار فيهم توحش، لما دخلوا كل المدن الإسلامية فقضوا دمروها تماما. يقال أن رجلا صالحا ضعيف البنية طلب في حضرة السلطان، ثم استدعي له مصارع ضخم، وقيل له يعني السلطان يريد أن تتصارع من هذا، فشرط شرطا أن إذا صرعه يسلم السلطان هذا الرجل الضعيف. قال نعم، يستهزئ، وإذا به طبعا هذا بقوة الله عز وجل أكرمه الله فقضى على هذا المصارع الضخم، فكان هذا سبب إسلام غازان. لكن هذا الرجل السلطان أسلم، لكن بقيت فيه إيش؟ بقايا التربية والأسرة والقوة والسلطة، فبقي المماليك في ذلك الوقت يحكمون بلاد الشام ومصر من بعد المظفر قطز والظاهر بيبرس ويعني من بعدهم، فبدأ يتحرش بهم، ثم جهز جيشا من 100,000 ودخل أخذ بلاد الشام من الشمال حلب. وفي حمص ملك مصر الظاهر السلطان محمد بن قلاوون، وهذا سلطان مشهور وله فتوحات، خرج هو بنفسه ليقاتله في أطراف حمص، يقاتل جيش غازان، فانكسر جيش السلطان، وغازان دخل إلى حمص ودمرها، ثم توجه بعد ذلك إلى دمشق. السلطان المصري هنا الجيش انكسر معه، يعني الاستعداد الذي جاء به وهو أساسا يعني في مصر، فعاد إلى مصر وترك أهل دمشق يعني يواجه. قال لهم يعني أنا أقول لكم اتركوا دمشق وارجعوا معي إلى مصر، أنا ما عندي، الجيش الذي معي انكسر أغلبه. فخرج وفد من العلماء ليقابل السلطان غازان، وكان من جملتهم الشيخ ابن تيمية، وكان رأس الوفد الشيخ بدر ابن جماعة، وهذا بدر بن جماعة من علماء الأمة، طبعا قد يكون اسمه غريبا عليكم. هذا كان جمع له من المجد أنه كان قاضي القضاة في دمشق، وقاضي القضاة لما ذهب إلى مصر، وأنه خطب في المسجد الأقصى، وخطب في المسجد الأموي، وخطب في الجامع الأزهر. يعني شيء عجيب هذا بدر بن جماعة، وله كتب مطبوعة في السوق، يعني من أشهرها تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم، وهو مختص في الحديث عن آداب التعلم، يعني لما يتعلم الإنسان ويكون يعني يطلب العلم كيف يطلبه بأدب، كيف يكون أمام شيخه أو أستاذه وما إلى ذلك. فذهب الوفد إلى مقابلة غازان، وذكر المؤرخون كلاما قاله له ابن تيمية رحمه الله لغازان: أنت مسلم، أتيت الآن، فإيش قال له؟ قال: إنك تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاض وإمام وشيخ في جيشك. هذول المغول التتار، لأنه هو أسلم وجعل مملكته الخانة كلها تسلم. فغزوتنا ودخلت بلادنا على ماذا؟ أبوك وجدك هولاك كانا كافرين وما غزوا بلاد المسلمين، بل عاهدا فوفيا، يعني في بعض المعاهدات التزموا بها، وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت. ثم قرب إلى وقال، يقول أحد الحاضرين في الوفد والسلطان يستمع إليه ما قال شيئا، قال: ثم قدم لهم طعاما فلم يأكل ابن تيمية. قال: ألا تأكل؟ قال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. ثم إن غازان طلب منه الدعاء. شوف يعني إن هذا والله شيخ جليل نطلب منه الدعاء، يأتيك واحد عامل السبعة وذمتها: شيخ ادعي لنا. إيش تدعي له هذا؟ إيش تريد أن تدعي له؟ لكن ندعو للناس كلها بالهداية والصلاح، لكن أحيانا بعض الدعاء ما يستجاب. يعني النبي عليه السلام ذكر اللي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويدعو يقول: يا الله، يرفع يديه، أنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله؟ أطب مطعمك تستجب دعوتك. المهم، فالسلطان قال له: ادعو لنا.
فقال في دعائه: اللهم إن كان عبدك هذا محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا ويكون الدين كله لك فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد، وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره. شوف يدعو هكذا أمام السلطان. يقول الراوي وهو شيخ اسمه عمر بن أبي بكر البالسي كان مع الوفد، يقول: لما دعا ابن تيمية هذا الدعاء فجعلنا نجمع ثيابنا خوفا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله، لأن كان قاطع الرقاب فورا مباشر إذا أشار له إيش على الرقبة، فالدم وين ينفر على الثياب ومن حولهم. يقول: إحنا جمعنا ثيابنا، بأي لحظة ممكن يأمر بضرب عنقه وتتلوث الثياب. مع هذا أعطاهم غازان أمانا لدمشق، ثم عادوا لأن ابن تيمية وبدر بن جماعة كانوا في دمشق مقيمين، فلم يف بعهده وأرسل جنده فعاثوا فسادا، فالتجأ الناس إلى قلعة دمشق، يعني احتموا بالقلعة، لها مسورة، وهذه القلعة مبنية من أيام صلاح الدين الأيوبي، فاحتموا بها من جنود غازان. ثم إنه بعد ذلك حدث له حدث في بلاده، فعاد وترك نائبه قطلبغا. هذا قطلبغا أيضا مجرم مثل يعني رئيسه، لكن في وقتها بدأ أهل الشام يرسلون استغاثات لملك مصر، فخرج السلطان محمد بن قلاوون بجيشه إلى، لأن مشكلة وهذه دائما إذا أكل الأول سيأتي الدور على من؟ على الثاني، يعني حتى فتحمس وخرج بجيش، وخرج المعسكر الشامي بما معهم ليقاتلوا قطلبغا، فاجتمعوا في مرج الصفر أو منطقة اسمها شقحب، ووصل الجيش المصري في نفس الوقت وبدأ القتال حتى انكسر المغول والتتار، وكان هذه آخر معركة للمغول والتتار في تمددهم على المسلمين. هذا قطلبغا رجع خائبا، فلما جاء إلى يعني عاصمة مملكة الإلخانة غازان غضب منه شديدا، وأمر كل الحاضرين أن يبصقوا عليه واحد واحد، ومن شدة غضبه قال: نفر الدم من أنفه، فمات بعدها بأيام غازان، وأصابته دعوة ابن تيمية رحمه الله. نعم، فهذا معركة شقحب هذه كانت في اليوم الثاني من شهر رمضان. نختم حديثنا بأنه في مثل هذا اليوم في عام 916 للهجرة توفي السلطان محمود بن محمد الكجراتي من ملوك الهند. كجرات هذه تقع اليوم ولاية في الهند في غربها، مطلة حدودها بين باكستان وبحر العرب، وهذه كانت مملكة للمسلمين من أصول فارسية، ثم أخذها بعدها المغول الذين أسلموا، الطبقات اللي بعد غازان ومن إلى ذلك، وكانوا يحكمون الهند وباكستان وأفغانستان. فهذا كانت له هذه المملكة كجرات. السلطان هذا يذكر، طبعا هناك سلاطين أو ملوك في مثل الثاني من رمضان يموتون أو يعيشون، لكن احنا نختار شخصيات محددة لنتكلم عن شيء محدد. السلطان محمود هذا الذي يعني توفي في الثاني من رمضان في عام 916 للهجرة، هذا تولى بعد وفاة أبيه وعمره 14 سنة، فوسع مملكته وأخذ مناطق من البوذيين والهندوس. والعجيب أنه حكم 55 سنة، وأغرب من هذا أنه سار في الناس سيرة ذكرتهم بسيرة الخلفاء الراشدين، فكان ورعا زاهدا وكان عادلا، حتى إنه في قضية قتل عامل يعمل في بستان، عبد من العبيد قتل، فالذي قتله كان يعني إقطاعيا صاحب أراضي معه، فخافوا من إيش؟ أن القاضي يحاسبه، فألصقوا التهمة برجل آخر وأعطوه مالا، يعني رجل بسيط، تعال أنت
يقول أنا قتلته وإحنا نتكفل بأسرتك ونعطيكم فلوس وأموال فالقاضي